في الاخر ديال بزاف ديال القصايد ديال الملحون كاين واحد البلاصه ديما كيخلي فيها الملاحني ولا الشاعر ديال الملحون معيور ولا كلاش الملاحنيه الاخرين. هاد البلاصه كتسمى بالزرب، ولا الحد ديال الشوك. الزرب يعني في الناس ديال الباديه غيعرفوا شنو هو، هي داك الحد اللي كيفرقوا به البلاد وغالبا تيكون من الشوك. في هذا الزرب هذا كيحط الشاعر كاع داكشي اللي في قلبه من سبان ولا تحدي ولا تنقيص من الشاعر ولا من مجموعه ديال الشعراء. كيولي دوك الابيات ديال الزرب بحال داك الحد اللي كيبعد المتطفلين من الجنان ديال الشاعر وكيصعب عليهم الدخول للعرصه ديالو. ابن سليمان اللي هو واحد من شعراء الملحون كان معروف بهذا النوع ديال السبان، وتقريبا في كاع القصائد ديالو كيدير يعني الزرب وكيزربها باش يبعد المتطفلين. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا وحده من هذه القصائد، وغنشوفوا وحده من هذه التزريبات اللي كيدير، واللي كاينه بالضبط في القصيده ديال الرعد وبالضبط في القسم الخامس. القصيده ديال الرعد بالمناسبه هي قصيده اللي زوينه بزاف، فيها فيها بزاف ديال المعاني، فيها بزاف ديال الصور اللي زوينه بزاف، وغالبا نقدر ندير عليها شي فيديو من بعد، ولكن حتى الا ما درتو شي فكان يعني نعرض عليكم كاملين انكم تشوفوها، لان فعلا قصيده تستاهل، وكيبان فيها فعلا شحال الشعراء ديال الملحون كيبدعوا في الصور اللي كيتخيلوا في اللوحات اللي كيرسموا بالكلام ديالهم وبالشعر ديالهم. فبلا ما نتعطلوا نبداو مباشره يعني في القصيده او في القسم الخامس. فضمت الشطاره كيف جرالو يعود دايم، رصيت في السباعي وكلابو حاصله في الاركان، وبياض قيع للتالي بان غلبي من قليما نعو ينبر، ترسان بربعة في دية تنيت بالدغايم، ودواسهم مالا في دي وكداك زوج لسان، والمال جاور شمالي غير يخرج نطرق له ولا نوفر. هذا هو القسم. الضامة كما كنعرفوا كاملين هي لعبه اللي لعبناها في الصغر، واللي كتبغي شويه ديال الشطاره. الا بغيتي تربح في ضامه خاصك تكون شطايري. هنا في هذا الشطر الاول ولا في هذا القسم الاول ديال القصيده، تيقول لنا الشاعر ولا كيشبه بن سليمان راسو بحال شي واحد تيلعب ضامه، والملاحنيه الاخرين الشعراء الاخرين هما الخصوم ديالو في هذا الطرح ديال ضامه. وتيقول بلي هو شطايري، يعني الشطاره ديال ضامه راه عنده. كيفاش ممكن الخصم يضيم؟ يعني باش تضيم في ضامه هي خاصك تمشي بطبيعه الحال. ضامه الرقعه ديالها بحال الرقعه ديال الشطرنج، تيكونوا فيها بيادق يعني في كل بلاصه، كل واحد عنده بيادق ديالو، كل بيدق عنده القيمه ديال نفسه، يعني كل بيدق كيساوي واحد. من غير البيادق اللي كيقدروا يوصلوا للجهه الاخرى ديال الرقعه فكيتسموا يعني ضاموا، وبالتالي كيقدروا يتحركوا في الرقعه باريحيه اكثر، القيمه ديالهم كتكون طالعه. فتيقول هاد بن سليمان في هذا المقطع كيفاش ممكن الخصم ديالو يضيم وانا شطايري في هذه اللعبه ديال الضامه. رصيت في السباعي وكلابو حاصله في الاركان. السباعي باش نفهموا شنو هو خصنا نفهموا بعدا شنو هو الواد. الناس اللي كتلعب ضامه غتعرف الواد هو هذا الخط اللي دايز في النص ديال الرقعه وكيقسمها على جوج. السباعي هما هذوك جوج ديال الخطوطه اللي دايرين به. معروف ان الواد والسباعي هما واحد البلايص اللي مهمين في الرقعه، لانه الا مشيتي قبضتيهم كيولي صعيب على الخصم انه يتحرك بحريه، خصوصا الا كنتي ضايم. الا حطيتي مثلا واحد الرقعه هنايا وكانت يعني كانت ضايمه، فصعيب ان الخصم يتقدم، لان غير يتحط في السباعي غادي تاكلو. وبالتالي تيقول لنا الشاعر هنا بانه رصى البيدق الطايم ديالو في السباعي، والكلاب يعني البيادق ديال العدو حاصله في الاركان، يعني بقات حاصله في الاركان ديال الرقعه، ما قادراش تتحرك لان غير غتتحرك غادي نقتلها. وهذا هو المقطع الموالي. وبياد قيع للتالي اي غير غتتحرك راه غادي ناكلها. بان غلبي من قال من نوع ينبر. النبار في الثقافه الشعبيه هو هذاك اللي تيكون غير تيتفرج وكيبقى ينبر، كيبقى يقول لهذاك اللي خاسر ها شنو دير، ها شنو خصك دير، عطيه هادي، كل من هنا، دوز من هنا. هنا بن سليمان تيتحدى حتى دوك اللي كيتفرجوا، ماشي غير اللي تيلعبوا، كيتحدى حتى الناس اللي تيتفرجوا، تيقول لهم يلا الا كان شي نبار يقدر يمنعو، يقدر يفلتو من هذه الخساره يعني المحققه، هو يتفضل يزيد ينبر. فهذا التحدي، ويعني حتى المتفرجين وبيت زوين. بان غلبي يعني راني غالب، من قال يمنعو ينبر، الا بان له شي واحد شي هضره اخرى يلا يزيد يورينا شنو عنده. هنا غينتقل بنا بن سليمان من ضامة للعبة أخرى اللي حتى هي معروفة في الثقافة الشعبية ديالنا، اللي هي الكارطة.
الكارطة فيها بزاف ديال الانواع ولا بزاف ديال الالعاب. كاين كل منطقة في المغرب وشنو كتسميهم. كاين يعني الروندا، كاين اللاص، الكوباس، كاين الماكلة الجوج. المهم كاين بزاف ديال الانواع. هاد النوع اللي غيتكلم عليه دابا الشاعر هو نوع معروف في فاس او لعبة معروفة في فاس. بخلاصة في هاد اللعبة هادي الكارطة بطبيعة الحال فيها 40 في المجموع. في هاد اللعبة هادي كيتفرقوا 10 على 4 ديال اللاعبية، يعني كل لاعب كتكون عنده في يديه 10 ديال الكارطات. وكاين واحد يعني المجموعة ديال الكارطات ولا واحد الهاند، واحد اليد اللي الا مشات جات عندك راه غتكون ربحتي ديك اللعبة، لأنه ميمكن حتى شي واحد يغلبك إلا كانوا عندك هاد الكارطات اللي غنتكلموا عليهم دابا. تيقول الشاعر: الترسان ب4 في يديا، التراس هي جوج، لا اسمح لي التراس هي 3. تيقول بأنه الترسان ب4 في يديا، يعني عنده 3 ديال الأوراق ديال التراس ديال 3. ودواصاهم مالا في يدي، الدوس هي الجوج، مالا أي عنده 4، دواصاهم مالا في يدي، يعني عنده دابا 4 ديال الأوراق ديال 3، 4 ديال الأوراق ديال الجوج، بقاولو جوج ديال الكارطات يكمل 10. ومن حسن الصدف ولا من الزهر ديال الشاعر هادوك جوج ديال الكارطات اللي بقاو هما زوج ديال الليصان ديال اللاص ديال الواحد. وبالتالي الربحة ديال هاد اللاعب في هاد اللعبة ولات شبه يعني مؤكدة 100% غادي يربح، لأن ما كاين حتى شي يد أحسن من هاد اليد اللي جات عنده هو. المال جاور شمالي. المال هو هذاك اللي تيكون اللي كيلعب من مور ما هذاك اللي كيفرق. كيكون واحد كيفرق الكارطة مباشرة كيلعب واحد يعني من موراه. الشاعر غيلعب من مور هذا السيد هذا اللي غيلعب من مور ما يتفرقوا الكارطة، وبالتالي غير غادي يلعب هذاك الشخص الأول، غادي يحط يعني الشاعر الكارطة ديالو ويقول لهم بأنني ربحت يعني هذه المقابلة. وتيقول غير يخرج يعني غير يلعب نطرق له ولا نوفر، يعني غادي نبين له شنو الكارطة اللي عندي ونبين له أنني رابح. فهذا يعني غير واحد الجزء اللي فيه جوج ديال الصور يعني شعرية زوينة بزاف. وحدة على داما وحدة على الكارطة. هاد القصيدة بالضبط ديال الرعد واخا غنطول دابا الا بديت كنهضر عليها، ولكن المهم كما قلت لكم في داك الفيديوهات اللي دازو هاد النوع ديال الفيديوهات اللي بديت كندير ما عندهم حتى شي حتى شي اساس من ناحيه ولا تنظيم من يعني من ناحيه الوقت ولا حتى من ناحيه السكريبت. كنطلق الكاميرا وكنطلق الاوديو وكنبدا نسجل اللهم هكذا ولا نحبس في خطره، لان لقيت راسي الفيديوهات الاولى كانوا كيديو ليا بزاف ديال الوقت وما بقيتش كنقدر نديرهم، وانا هادشي عزيز عليا ما بغيتش نحبس، فاللهم ندير هكذا ولا يعني ما ندير حتى شي حاجه. بالنسبه لقصيده الرعد قصيده اللي زوينه بزاف، فيها بزاف ديال الصور اللي صراحه كيبينوا بان بن سليمان كان بارع في الكتابه، كان بارع في الكتابه، ولا بد يعني نرجع لها من بعد ونعاود نتكلم عليها بشكل مستفيض. بالمناسبه هذا الشرح اللي تكلمت عليه دابا هو ماشي يعني ديالي، وانا ما كنقدرش نفهم القصائد ديال الملحون، انا غير عزيز عليا الملحون وكنحاول نفهمهم اما من خلال شنو كنعرف من مصطلحات يعني ديال اللغه العربيه ولا ديال الامازيغيه ولا ديال الدارجه، ولا من خلال شنو كنشوف الناس اللي كيعرفوا الملحون تيقولوا. في هذه الحاله هذا الشرح هذا بالضبط يعني كنت شفتو عند واحد السيد اللي هو باحث في الملحون سميتو عبد الجليل بدزي، هو اللي قدر يفك الرموز ديال هذا الجزء هذا من قصيدة الرعد. كان شي واحد سولو ما عقلتش صراحة فين كنت قريت هذاك الجواب ديال سي عبد الجليل، ما كان شي واحد سولو على هذه القصيدة وسي عبد الجليل تفضل انه يشرحها وفك الرموز ديالها وانا يعني عقلت على هذاك الاشياء اللي كان قال وهما هادو اللي قلت في الفيديو. هذا كان الفيديو ديال اليوم. نتمنى يكون عجبكم، وبطبيعة الحال راه كاينين فيديوهات اخرين. كاين فيديو في القناة حتى على بن سليمان شكون هو وفين كبر وبعض القصائد ديالو وبعض الاساطير اللي كانت كتقال عليه. كما كاين فيديوهات اخرين على بعض الملاحنية الاخرين، فإذا كنتي مهتم بالملحون ما تنساش انك تشوفهم. شكرا.